مشاهدينا في الجمعة الماضية في قناتنا قناة هنا بغداد تكلمنا في بداية برنامجنا على موضوع ارتفاع الأسعار في شهر رمضان المبارك، وطالبنا الجهات المختصة بأن تكون هناك لجان لمحاسبة المتلاعبين بالأسعار. ما نريد نعيد هذا الموضوع، يعني تكلمنا في قناتنا قناة هنا بغداد في برنامجنا اللي طلع من 4 إلى 5 كل جمعة. ما نريد نعيد هذا الموضوع، يعني تكلمنا في قناتنا قناة هنا بغداد في برنامجنا اللي طلع من 4 إلى 5 كل جمعة. اليوم في قناتنا قناة دبليو تي في خلينا نحكي لكم شوي عن صيام هنا. يعني في بداية برنامجنا قبل هنا أجدادنا من صاموا كانوا يصومون في وضع أصعب من وضعنا، يعني ما كان اكو وسائل ترفيه، لا اكو كهرباء، لا اكو مكيفات، لا اكو نت، لا اكو كم هائل من المسلسلات والفضائيات. حقيقة رمضان بالنسبة لنا في هاي أجيالنا هو أسهل من رمضان اللي كان موجود أيام أجدادنا، ولكن مع ذلك أيام أجدادنا كانوا يصومون رغم ظرفهم الصعب المادي الصعب وضعهم الصعب، وسائل الترفيهية اللي ما موجودة، ولكن كانوا يصومون شهر رمضان وعندهم التزام مع الله عز وجل. احنا هسه رغم هذا الموجود عندنا من وسائل الترفيه، ورمضان في رأيي أسهل بكثير من رمضان قبل، ولكن مع الأسف نلقى ناس ما ملتزمة وناس مدى الصوم، يعني كانوا هن أكثر التزام مع الله عز وجل. لهذا السبب كان الله عز وجل رحمهم، أكو رحمة سبحان الله. هذا الشيء الذي احنا نتمناه أو قد يكون نترجاه من الله عز وجل. مع الأسف نشوف بعض الأشخاص وبعض الناس رغم التسهيلات ماكو صيام، بل